صحيا انا ما كنتش قادره اغني، مش نفسيا بس. أقصر فنانين في مصر كنا فاكرينهم طوال، لكن هم في الحقيقة قصيرين جدا. في منهم اللي طولهم عمل لهم عقدة، وفي منهم اللي تعايش مع الموضوع. إليسا ومنى زكي وحلمي وأقصر فنانة في الوطن العربي طلعت مصرية. أول فنانة معانا هي سلمى أبو ضيف، وطولها ده كان أكبر عقبة في حياتها، لأن سلمى قبل ما تكون ممثلة كانت بتحلم تكون عارضة أزياء، وسافرت مدينة نيويورك عشان تقدم في وكالات عروض أزياء كبيرة، لكن اترفضت من 22 وكالة لأن طولها 163 سنتي، وده مش مناسب لأنها تكون عارضة أزياء، وأقل طول ينفع تشارك بيه كان 168 سنتي. أما بقى الفنانة الجميلة هنا الزاهد اللي بنات كتير بيعتبروها باربي، هنا تعتبر أطول القصيرين، وهي بنفسها كشفت عن طولها ووزنها لما جاوبت على سؤال لواحد متابعينها على انستجرام، وقالت إنها كانت 49 كيلو ولما تخنت بقت 52، لكن طولها 165 سنتي. نيجي بعدها للفنانة إليسا اللي برضه هي من أقصر النجمات في الوطن العربي، وطولها حوالي 158 سنتي. والغريب إن إليسا أطول من نانسي عجرم اللي بتظهر دايما بطول ملفت في المناسبات، لكن ده بفضل الكعب العالي، والحقيقة إن طولها 157 سنتي. أما الفنانة مي عز الدين فدي واضح جدا إنها مش طويلة، لكن حد يتخيل إن طولها ما يتعداش 152 سنتي، وهي نفسها بتتريق على أسرها. وفي مرة نشرت صورة ليها مع الدكتور بتاعها، وكان واضح جدا فرق الطول الشاسع ما بينهم، لدرجة إنها كانت واقفة على كرسي عشان تبان، وعلقت وقالت لما الدكتور بتاعك يكون أطول منك وتحاول تطوله. أما وزنها فكشفت عنه بنفسها وقالت إنها يعني ما بين 55 ل 59 أو 62، وده لما بتقعد في بيتها كتير. ومن أقصر الفنانات كمان شيرين عبد الوهاب، ويمكن ده بسبب التخن اللي بيبان عليها جدا، واللي كشفت بنفسها إنها قصيرة جدا لما كانت في حلقة إسعاد يونس، وصممت إنها تقلع الشوز وتقيس طولها مع بناتها الاتنين، وبانت إنها أقصر منهم هما الاتنين، وقالت لإسعاد يونس شايفة الفضايح اللي أنا فيها؟ الاتنين بقوا أطول مني. والحقيقة إن شيرين طولها 150 سنتي، لكنها دايما بتظهر في حفلاتها بكعب عالي، وده بيديها طول زيادة. أما الفنانة منى زكي فهي معترفة إنها قصيرة، وفي لقائها مع عمرو أديب في بودكاست بيج تايم قالت إنها شايفة إن الكعب العالي ما حللهاش الأزمة، لأنه مش هيفضل معاها طول الوقت، وده لأن طولها 150 سنتي، فالكعب هيزودها 5 ولا 7 سنتي وهتفضل قصيرة برضه. واللي زي منى زكي كمان جوزها أحمد حلمي، واللي طوله 165 سنتي بس، وبالنسبة للرجالة ده يعتبر قصير، لكنه حاول يتغلب على الطول ده. والمدهش كمان إن كيم كارديشيان طلعت قصيرة جدا وطولها 157 سنتي، وده ما يبانش عليها خالص، وكذلك كريستيان بيلا وليدي جاجا وطولهم زي بعض 155 سنتي. والعجيب إن أقصر راجل في الوسط الفني المصري هو هادي الباجوري، واللي كانت كل زوجاته اللي هم قصيرين أصلا زي حنان ترك وياسمين رئيس أطول منه، لأن طوله 155 سنتي. وتعتبر الفنانة شيري عادل هي أقصر فنانة على الإطلاق، طولها 149 سنتي. يا ترى شايفين إيه هو الطول المثالي المناسب في الستات وفي الرجالة؟